اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين واعزائي الستات، وبرحب بالشيف القمر اللي منورانا لاول مره، وان شاء الله مش اخر مره باذن الله، الشيف الجميله يا ازهار علي عساف. اهلا يا ازهار. اهلا بحضرتك. منورانا حبيبتي. نورك حبيبه قلبي. انت النهارده بادئه معانا كده مع اول حلقه ليكي، بادئه باكله هندي باكستاني الجو ده. وصفه التشيكن كراهي هي وصفه باكستانيه خاصه في منطقه بنجاب. بتتشهر بيها. الوصفه دي حاميه شويه، فعشان كده عشان فيها بهارات كتير بنحط لها زبادي، لان الزبادي بيقلل حمو البهارات. ده التكه من عندنا كمصريين؟ لا، هي ولا هي اوريدي بتتحط كده؟ هي اوريدي كده. اصل انا اعرف ان الهند والباكستان وكده بيحبوا الحاجات الحاره، بيحبوا الحاجات الحاميه، بس دايما يضيفوا زبادي زي التندوري. ايوه فاهماني. فهنا طيب استني بس الاول نبدا كده، اختيارك ليه بالتحديد للاكله دي؟ عشان ولادي بيحبوها، وكمان جوزي عزم ناس صحابه وعجبتهم جدا. فانا قلت اول مره اطلع على الهوا فاقدمها مع حضرتك. حلو قوي، جميل، تبقى باسمك بقى خلاص. يا رب تعجبكم ان شاء الله. ان شاء الله. طيب يلا نقول المقادير. تشيكن كراهي يا جماعه. المقادير معايا فرخه متقطعه 8 قطع. تمام. ومتخرمه علشان التوابل تدخل فيها. تمام. طيب معايا توم وجنزبيل. ليه بنضيف توم دايما مع جنزبيل؟ طبعا الشيفات دايما يقولوا هنضيف جنزبيل مع توم، بس مش حد عارف ليه السبب العلمي. السبب العلمي ان الجنزبيل مضاد للالتهابات. طب الوصفه فيها بروتين، عايزين حاجه تقوي الجهاز الهضمي عشان تهضم الحاجه دي. تمام. التوم مضاد للبكتيريا، فهنطول له عمر الوصفه. فهمت حضرتك؟ تمام. فدايما بنحط الجنزبيل مع التوم عشان يكملوا بعض. ده مضاد للالتهاب، وده ايه؟ مضاد للبكتيريا. فبيكملوا بعض وبيقووا ايه؟ الجهاز الهضمي. حلو قوي. يقوي جهاز المناعه اصلا. جهاز المناعه والجهاز الهضمي عشان يهضم البروتين. تمام. حلو قوي، برافو والله. عايزه اعرف بس الاول، انت يعني ثقافتك الغذائيه ان انت كل اكله بتبقي عارفه كل حاجه سببها ايه، بنحطها ليه، ازاي كل بقى؟ حاجه. يعني مثلا الملوخيه بعد اذنك، الملوخيه دي بنحط لها مثلا طماطمايه. في ناس كتير ما تعرفش الطماطمايه فيها فيتامين سي. طيب الملوخيه مليانه بالحديد، فالحديد هيتاكسد. الطماطميه الفيتامين سي اللي فيها هيمنع تاكسد الملوخيه، فهتفضل بلونها الزاهي. الله، والله برافو عليكي، هايله والله. ناس كتير ما تعرفش ليه بنحط الكركم مع الفلفل الاسود. الفلفل الاسود فيه ماده اسمها البابرين، والكركم فيه ماده اسمها الكركمين. ماده الكركمين دي مضاده للالتهاب ومضاده لامراض كتير. جسمك ما يستفادش منها غير لما تحط لها سنه فلفل اسود، لان ماده البابرين هي اللي بتساعد الجسم على امتصاص ماده الكركمين. حلو قوي، برافو عليكي والله. طب ايه الحاجات دي؟ ثقافه ايه؟ كدراسه ولا دراسة. يعني انت خريجه ايه؟ انا خريجه حقوق وواخده تربوي ومدرسه ثانوي عام. والله ما شاء الله. لا انا بقول الدراسه انا اخدت كورس تغذيه وكورس طبخ في مصر في القاهره. هايل والله، برافو عليكي. طب يلا نبدا الاكلات بتاعتنا، وقولي لنا برضو يعني كل ما تحطي حاجه قولي لنا المفعول بتاعها ايه، الهدف من اننا نحطها ايه. حاضر. طيب احنا قلنا فرخه متقطعه 8 قطع ومتخرمه عشان البهارات تدخل فيها وتعمق النكهه. طيب المقادير على الشاشه اهي يا جماعه. طب نقولها بالترتيب كده. فرخه متقطعه 8 قطع. 3 حبات فلفل حار. الكبير ده ولا اللي هو الرفيع اللي هو الحار؟ احنا قلنا الهند بتحب الحار. تمام. فكل استعمالهم بالحار. طيب بصله كبيره مفرومه. بصله كبيره مفرومه، والتكه بتاعتها ان انت تحط عليها سنه قرفه عشان تمنع ريحتها. بتمنع يعني حضرتك يعني لو جيتي دلوقتي مش هتشمي ريحه البصل. حضرتك مش هتشمي ريحه البصل خالص. ليه؟ حطيت عليه سنه قرفه. حلو. فمنعت الريحه ان هي تطلع. حلو. وعلبه زبادي، معلقه كبيره كزبره ناشفه. ايوه. معلقه كبيره كمون، معلقه كبيره فلفل اسود، معلقه كبيره جرام مصالة اللي هي بتتميز بها الهند. ايه البهارات الجرامسولا؟ الجرامسولا دي مجموعه من البهارات، عباره عن 8 بهارات: فلفل اسود، كمون، جنزبيل، قرفه بودر، حبهان بودر، ورق لوري بودر، جوز الطيب. بنخلطهم مع بعض بنسب متساويه وبنحطهم في برطمان وناخد منهم معلقه. هاي يعني انت اللي ممكن تعمليها عادي. انا اللي عاملاها. هاي برافو عليكي والله. ابتسامتك حلوه قوي والله بجد، منوره المكان كده يا حبيبتي. من ذوق حضرتك. الله يخليكي. طيب في حاجه كمان، فلفل ايه؟
اسمه فلفل كشميري. فلفل كشميري. ايه ايوه، ايه الفرق بين الشطه وبين الفلفل الكشميري وبين البابريكا؟ قولي. وليه ليه حاطين هنا الفلفل الكشميري؟ الفلفل الكشميري ده بيتزرع في منطقه كشمير في الهند. تمام، بيجي من هناك. طيب ليه انا مستعملاه هنا؟ لانه هو بيليق مع اللحوم والفراخ جدا. طب نكهته عامله ازاي؟ وايه الفرق بينه وبين البابريكا؟ البابريكا بتكون معدومه نكهه الحراره، ملهاش نكهه، هي بس لون بس. اما ده متوسط الحراره. متوسط الحراره وبيدي لون اعمق للوصفه. وبيدي لون اعمق للوصفه. اما الشطه حاره جدا. الشطه حاره جدا، يعني دي درجات. طب نسرع بقى شويه. شطه بودر، بهارات جرام مسالة اللي انت قلتي عليها، جنزبيل فريش، توم مفروم، واربع قطع 4 طماطميات متقطعه، ملح وفلفل. في ايه كمان؟ معلقتين كبيره زيت. مع مرقه. ليه انا حاطه مرقه؟ لان المرقه فيها ملح صيني. اوكي. ايه فايده الملح الصيني هنا؟ انه بيظهر النكهات اللي انا هحطها دي. حلو قوي. فاهماني؟ طب يلا هتبداي بايه بقى؟ هتعملي ايه؟ اسخن النار جدا وانزل بالفراخ. وانا عايزه اسمع التش دي. ليه التش ديت بقى؟ عشان هستفاد حاجتين منها يا دكتور. ايه اللي انا هستفاده؟ ان الفراخ تتصدم فتقتل مسامها، فما تنزلش العصاره بتاعتها اللي فيها الفايده الداخليه. حلو قوي. طب ثاني حاجه، ايه بقى الحاجه العلميه اللي هنا؟ ان الفراخ او اللحوم عامه او الطيور عامه اول ما تتعرض لحراره عاليه بتنتج مواد ضاره جدا بالجسم. المركبات دي اسمها امينات غير متجانسه الحلقه. الامينات غير متجانسه الحلقه دي بتسبب امراض خطيره، فلازم تسمعي التش دي. انت كده ضمنتي ان الماده دي مش هتطلع ولا تتفاعل مع الحراره. هايل، برافو عليك. طب انت الفراخ دي متبلاها ولا حطاها كده؟ لا، هي بتتحط كده وبعدين الوصفه الهنديه كده. الوصفه الهنديه كده. طب تمام. النهارده معاكم معلومات غذائيه رائعه استفيدوا بيها يا حلوين، بجد معلومات هايله. تسلمي لي يا دكتور. حبيبتي انا اتشرفت بمعرفتك والله. ميرسي ليكي. ده اسمك كده في ربيع كده، ازهار وحاجات حلوه كده. تسلمي. طيب وبعدين بقى بتديها صدمه بس ولا بتديها لون كمان؟ بقلبها على الجهتين. اوكي. تمام. بتخلي لها لون يعني ولا لا؟ لا مش لون. هنا الوصفه مش عايزه لون. عايزه تتصدم بس عشان زي ما قلت لك تقفل مسامها ونحافظ على العصاره وما تنتجش الايه المواد الضاره اللي احنا قلنا عليها. طيب انا ليه بقى هحط الخضار دلوقتي؟ ليه ما حطيتوش من الاول؟ لان لو كنت حطيته من الاول كان هيعرقل لي الحبس بتاع العصاره. هيعطل، لان الخضار اوريدي فيه ايه؟ فيه سوائل، فهينزلها فهيعطل لي التحليل. حلو والله العظيم، انا حاسه ان انا في كورس تغذيه يا جماعه. طيب انت ايه الخضروات اللي انت حطيتيها بس الاول؟ الخضار فلفل شطه متقطع صغير، طماطم متقطعه صغيره، البصل والفلفل الكشميري ده حطيتيه ولا ما حطيتوش؟ ايه ده؟ فلفل الكشميري؟ لا، ما انا لسه الفلفل الكشميري هنا اهو في البهارات. ده هو بهارات. ده بودر مش هو عباره عن بهارات اهو. اوكي. شوف الفرق بينه يا دكتوره والشطه. يعني برتقاني، ده احمر جامد زي حلو. تمام. ابدا بقى اضيف هنا البهارات كلها. ايوه، البهارات كلها اللي احنا قلنا عليها يا جماعه. معلقه كبيره كمون، معلقه كبيره فلفل اسود، مع فلفل كشميري معلقه برضو. يا حبيبتي. شطه بودر معلقه كبيره، بهارات جرام مسالة، جنزبيل فريش، توم مفروم. ماشي، ومعلقه ملح بقى دلوقتي يا دكتوره الجنزبيل والتوم مع بعض. اوكي. هيعملوا لي تأذر في النكهات. يعني ايه تأذر؟ يدوني نكهات معقده. اجي ادوق الحاجه احس ان انا باكل حاجه غريبه ومش عارفه الطعم الجميل ده جاي منين. حلو. طب يلا نسرع علشان الكنترول روم بيقول لك الوقت. حاضر. ماشي كده انا خلصت الفراخ. والمقادير تاني على الشاشه يا جماعه. هنضيف بقى الايه؟ الزبادي في اخر حاجه. ماشي. نيجي بقى هنا الرز. ده بسمتي؟ ده رز بسمتي منقوع ساعه كامله. ليه؟ اشمعنى؟ هقول لك السبب العلمي. الرز البسمتي بيختلف زراعته عن الايه؟ عن الرز البلدي المصري. طيب يعني ايه اللي بيحصل؟ الرز البسمتي الارض بتاعته فيها زرنيخ، فالرز بيشد من الارض الايه؟ الزرنيخ. اوكي. عشان كده ما بننقعش الرز البلدي، لان الصيغه دي مش موجوده في الرز البلدي. تمام. لكن موجوده في الايه؟ في الرز البسمتي. فانا بنقعه ساعه عشان اتخلص من حاجتين: حمض الفيتك
والزرنيخ. طب حمض الفيتك بتخلص منه ليه؟ لان انا باكل فراخ يعني فيها فيتامينات ومعادن وحاجات حلوه عايزه جسمي يمتصها. ده بيمتصها بقى. حمض الفيتك بتعلق بالفيتامينات دي ويروح منزلها، مش مخلي الجسم يمتصها. اوكي. فالنقع للرز البسمتي مفيد جدا جدا. ساعه يا جماعه. اي نوع بس رز بسمتي؟ اي نوع رز بسمتي. أوكي. اي نوع رز بسمتي. هنا التوابل حاجات بسيطه لانه رز ابيض باكستاني. طيب قولي لي بقى. مش ضايفه بهارات. ماشي. فصين حبهان يا دكتوره، بس اهم حاجه الفص زي ما حضرتك شايفه لازم يكون مفتوح مكسور. لا عشان ينزل نكهات. أوكي. لان لو حطينا الحبهان كده مش بينزل نكهات، بيحبس الحاجات اللي فيه. جوز الطيب بسيط. اوكي. طيب في ناس مش بتحب جوز الطيب، بيحطوا كبابه صيني بسيطه جدا. طيب حاجه بسيطه. ماشي. ومعلقه ملح تبع الرغبه يعني. اوكي. ليه بقى انا بغلف الرز دلوقتي يا دكتوره؟ عشان ما ينزلش المواد النشويه، عشان ما يجيش بعد كده يعجن. فانا بغلفه بالماده الدهنيه عشان ما ادلوش فرصه لما اجي اضيف الميه انه ينزل نشا. تمام. طيب ليه انا حطيت الملح بقى؟ معلش احنا قلنا كل حاجه لها تفسير علمي. تمام، بس بالسرعه بس شويه. الملح يا دكتوره من خواصه ان هو بيمتص الرطوبه. بيمتص الرطوبه. يعني ايه بيمتص الرطوبه؟ هو هيمتص له الرطوبه من حبايه الرز وهيخلي له الرطوبه اللي هي اتغلت بسرعه. بيزود نسبه الايه؟ دلوقتي بقى بعد ما غلفت الرز هنزل بالميه. اوكي. كل كوبايه رز بسمتي لها كوبايتين ميه دي قاعده. تمام. طيب هنا حتى لو انا نقعت الرز يعني امتص ميه يبقى حطي كوبايه ونص. طالما نقعتيه يبقى تحط الكوبايه ليها كوبايه ونص. لها كوبايه ونص. طيب احنا قدامنا 10 دقايق، هنلحق ان شاء الله. تمام. حلو قوي. انت كده عاملاهم هما الاثنين في نفس الوقت. حلو قوي. يعني انت كده الفراخ خلصت؟ والله خلاص. برافو عليكي والله. السبب ان انا مخرماها فبتستوي بسرعه، وكمان الفرخه جايباها صغيره. اوكي. صغيره في الحجم فما تاخدش سوا. لما قالوا لي الفتره يعني نص ساعه فقلت اجيبها ايه صغيره عشان ما تاخدش وقت. تمام. طيب دلوقتي بعد اذنك هقلب الفراخ. شم ريحه. جميله جدا والله، ريحه عايزاكي تدوقيها وتقولي لي رايك. ان شاء الله، ده اكيد. ده شرف ليا. ميرسي يا حبيبتي. هنا بقى عشان ابرد حراره النكهات اللي انا حطيتها وعشان البهارات دي ما تتعبليش الجهاز الهضمي. لان المعده بتتاثر بالحراره جامد. هضيف الزبادي ودي فايدته. الحراره تقصدي الحاجه اللي هو البهارات، مش الحراره السخونيه يا جماعه. لا الحراره اللي هي بتاعت البهارات درجه حلو قوي. بتقلبيها بيها خلاص كده؟ خلاص كده. يعني هي 10 دقايق خلاص هتلاقيها استوت فعلا. باذن الله. باذن الله. طيب هو انت يعني انا شايفه المعلومات ما شاء الله عليكي ومواكبه حتى الوقت بالمعلومات بالحاجات دي. هل انت معتمده فقط بس على الكورس اللي انت خدتيه ولا على طول بذاكر على طول باستمرار لدرجه ولادي بيقولوا لي انت ما شبعتيش مذاكره، انت كبرتي خلاص بقى. لا المذاكره مالهاش دعوه. بقول لهم انا من طول عمري انا بحب القرايه وكنت شاطره في المدرسه جدا. برافو. وبحب القرايه وبحب المذاكره. فانتوا ايه اللي مضايقكم؟ برافو عليكي. وبعدين كاتبه كشاكيل يعني ما شاء الله انت حضرتك تلاقيني كاتبه بال 24 كشكول معلومات والله يعني انت ممكن تعملي كتاب كده زي أبلة نظيرة كده، كتاب بقى أزهار. يا ريت والله يبقى جميل. والله بكلم جد. برافو عليكي. أنا عندي هواية الطبخ دي يعني بعشقها. على فكرة المعلومات دي كمان قيمة جدا، بحيث إن أنا ببقى بعمل الأكلة ومطمنة كل حاجة فيها. الله ينور على حضرتك. الله ينور على حضرتك. طيب إحنا معانا المقادير بتاعة الرز البسمتي على الشاشة اهي يا جماعة. نقولها تاني كده معلش. كوبايتين رز أبيض بسمتي منقوع لمدة ساعة. تمام كده. ومعانا رشة جوز الطيب للي يحب، صح كده؟ ايوه. ومعانا فصين حبهان ومعلقة متكسرين ومعلقة ملح ومعلقة ملح ومعلقتين زيت. تسلم. بس كده. والميه المغليه طبعا عشان الميه المغليه لازم نحط ميه مغليه، ما نحطش ميه بارده عشان ما نكسرش الحبايه وعلشان ما تنزلش النشاها اللي احنا حافظنا عليه في الاول لما قلبناها في الماده الدهنيه. حلو قوي. قولي لي بقى مين اللي بيدعمك؟ يعني انا شايفه بنوتك جايه معاكي، مين تاني؟ جوزي وولادي. والله لانهم اساسا
يعني جوزي ما بيحبش ياكل غير من ايدي. حتى بيقول لي كوبايه الشاي اللي انت بتعمليها مختلفه عن اي حد اشرب من ايده كوبايه الشاي. ما هي برضو يعني حتى الشاي بيبقى له زي ما بيقولوا نفس سبحان كده. الله والله. ولو يوم انا مثلا تعبانه ومش طبخت يبقوا مقريفين جدا والله. لبنى هي اللي طبخت يا ماما، دي مش طبيخ. يبقوا عارفين. بس كويس ان هي بتطبخ. هي في سنه كام؟ في تانية كليه علوم. ما شاء الله. وايمن في رابعه هندسه كليه هندسه. ما شاء الله، ربنا يخليهم لك. وبجد هم اكيد فخورين بيكي وبكل الجمال اللي انا شايفاه وطالع معانا على الشاشه، بالروح الجميله، الطاقه الايجابيه، الحماس ان هي عايزه تفضل تذاكر وتفضل تتعلم اكتر. انت بقى بتعمليها كموهبه ولا عامله مشروع كاترينج؟ انا عامله مشروع في البيت، بس بصراحه مش ليا زباين كتير، يعني حبايبي. حبايبي هم اللي ببيع لهم. لكن يعني انا مش معروفه قوي. انا برغم ان انا ليا صفحه على الفيس وقناه يوتيوب، بس لسه مش قوي يعني. لا بالتوفيق ان شاء الله باذن الله. طيب ايه وصلنا لايه بقى دلوقتي؟ كده خلاص ما شاء الله الفراخ استوت خالص. وصلنا يعني للنكهه النهائيه. ما شاء الله تبارك الله. ولازم يبقى معاها صوص. هي فيها صوص من الحاجات اللي انا حطيتها زي ما حضرتك شايفه كده، كونت صوص حلو قوي. والريحه كمان حلوه قوي. الريحه جميله. ولا وما تدوقها بقى يعني هتعجبك. حلو قوي. اسمها تشيكن كراهي. تشيكن كراهي. وصفه بس باكستانيه. وانا بقى يعني كنت مستغربه من حكايه كراهي ومش عارفه ايه، طلعت الاكله تحفه ما فيهاش كراهي خالص. هايله. والرز بقى؟ الرز معايا اهو لسه هيغلي، بس القناه ضعيفه شويه. طب حطيه على نار عاليه. حاضر. عشان ايه نلحق وقتنا. حاضر. نجيب دي هنا. احنا كنا لسه بنتكلم عن الشباب اللي دايما دلوقتي بقى ما بيفكرش قوي في انه يشتغل تبع الشهاده اللي هو اتخرج بيها او اللي اتعلمها، لا بيحاول ان هو يطلع بره الصندوق، افكار وابداعات مختلفه. والحقيقه انا لما قلت في المقدمه قلت على فكره يا جماعه مش الشباب فقط، ده كل المراحل العمريه، اللي عنده حماس واللي عنده طاقه واللي حابب قوي ان هو يعني يخلي نفسه كده كارير وكده. قولي لي بقى انت فين من الحاجات اللي انا قلتها دي؟ اللي هي ايه يعني؟ ان انت حابه ان انت لا تعملي لنفسك كارير، عايزه تعملي لنفسك يعني امنيه حياتي من خلال الاكل. امنيه حياتي حد من القنوات الكبيره يخليني اعمل برنامج كامل على كامل. امنيه عندي بصراحه. ان شاء الله. والبدايه تبدا من عندنا ان شاء الله. فدي امنيه عندي يعني. بسعى لكده. لا انا اقصد في مجال المطبخ نفسه. ايوه. انت مثلا حابه ان هو بقى لا يبقى خلاص مشروع كاترينج وتتكسبي منه حتى لو انت عندك فلوس او مش محتاجين دخل مادي. ايوه. قولي لي كده امنياتك ايه بقى في الموضوع ده؟ يعني انا بطبخ، دي هوايه جوايا، انا حابه الموضوع نفسه. وبفرح لما حد يطلب مني طبخه، وبفرح اكتر لما الحد ده يطلب مني او يكرر مني نفس الوصفه، معناها ان هو عجبها جدا، عجبته جدا. فما حد بيطلب مني الوصفه ويكررها، فانا ببقى سعيده جوايا. فبنمي نفسي اكتر، بذاكر اكتر، بجتهد على نفسي اكتر، وبقول كل تفصيله في قناتي على اليوتيوب. برافو عليك. كل تفصيل. هايل. وبقول يعني ديت يعني صدقه جد. حلوه. برافو عليك. الناس تبقى عارفه هي بتحط ايه وبتعمل ايه وتبقى عارفه القيمه الغذائيه جايه منين وكده، ديت حاجه كويسه. طب احنا وقتنا خلاص يعني. حاضر. اغرف؟ يا ريت. حاضر. بسم الله. عامله جو الجرنيتير الجميل ده حلو قوي. بسم الله. ايوه. الرز هنا انا مزينه الطبق بطماطم ورده وشطه. ليه شطه؟ علشان البلد نفسها بتحب الشطه. ايوه. اللي هي الهند يعني والباكستان. ايوه. طبعا الريحه يعني خطيره والله يا جماعه، طالعه تجنن. شوفوا الالوان عامله ازاي، شوف الفراخ طالعه بالالوان الجميله دي. وشوف الصوص بقى يا دكتوره، الصوص تاكليه قبل الفراخ. ما شاء الله حاجه يعني. بلاش دكتوره عشان ما نتحاسبش على الكلمه دي. انا مش دكتور يا استاذ. ماشي. احلى استاذه في الدنيا. الله يخليكي يا حبيبتي. تمام. ايوه. والرز ده اخباره ايه؟ الجو اللي يجنن، ريحه تجنن والله يا جماعه. الحمد لله ان احنا مش في رمضان والله. الريحه حلوه جدا
بالف هنا لكم يا رب. والشكل كمان رائع آه. قوي قوي، حلو جدا. طب انت فكرتي حد كان بيطلب منك ان انت دليفري يعني تعملي له الاكلات دي؟ كتير والله. والله كتير. آه. وخاصة زمايلي في المدرسة، خاصة زمايلي في المدرسة بيطلبوا مني كتير. خلاص المره الجايه بقى تعملي لنا اكله مختلفه ان شاء الله. احلى اكله، الاحلى استاذه فرغي غدا في بقى الدنيا. الرز عشان ما فيش وقت حاضر. خلاص. ولو ان الوقت معاكي جميل تسلمي لي يا دكتور، واستمتعنا يا بيه أستاذ. بجد. بصي 5 دقايق. لا معلش مش مشكله، ماشي. احنا هنحطه ونقول بقى ان هو خلاص، اصل خلاص. هو اوريدي الرز ما بيحتاجش حاجه. حاضر. فاحنا بس هنحط جزء كده عشان لا فرغي منه. اغرفه. اه حلو قوي، جميل. أيوة. تمام، كفايه كفايه كده. ايوه نحط بقى جنب التشيكن عملت كراي. له ليمونه ورد. الله، حلو حلو قوي، بالالف هنا وشفا. جميل قوي. احنا معلش يا جماعه الرز لسه ما استواش، هو في طريقه للسوا، ولكن احنا بس عشان وقت الفقره بتاعتنا بشكرك جدا الشيف الجميله ازهار علي عساف. انا اللي بشكر حضرتك. الله يخليكي، ومثقفه جدا، مثقفه غذائيا، وانا متاكده كمان مش غذائيا بس، يعني مش من الناحيه الغذائيه، لا. انا متاكده ان انت مثقفه في كافه المجالات، وده شيء جميل الحمد جدا. لله. اتشرفنا بوجودك معانا، انا اللي ان شاء الله اتشرفت دايما بحضرتك تبقي والله. معانا. ان شاء الله. شكرا ليكي حبيبتي. شكرا يا استاذه. وزي